السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم نقدم معكم واحد الميني باغيت بالفرماج، كيجي رائع بزاف ومقادير بسيطه في المتناول ديال الجميع ودغيا كيوجد لينا. تقدروا ديروا هكا للفطور لوليداتكم، ولا تفطروا به ولا ديروا به الكوتي، ولا ان شاء الله في شهر رمضان راه ساهل ما فيه بزاف ديال المكونات. غتعرفوا عليهم ان شاء الله في الطريقه والمقادير. خليكم مع الفيديو حتى النهايه. بسم الله، نبداو على بركه الله. المقادير عندنا واحد 300 غرام ديال الدقيق الابيض. انا درت هنا 300، تقدروا تضاعفوا المقادير الا بغيتوا. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، الخميره العاديه. عندي هنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده وملحه. صافي، هادو هما المكونات. راه قلت لكم هاد المقادير ديال هاد الميني باغيت اولا فطائر كيجيو ساهلين وما فيهمش مقادير بزاف، وتقدروا تنوضوا في اي لحظه توجدوهم. غنبسبسو مزيان دوك المكونات وغنجمعو بالماء دافي. العجينه ما خصهاش تكون الصراحه قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه. المهم غادي نعجنو ونتحكموا في الماء، نبقاو نكبو غير بشويه بشويه هكا حتى تجمع لينا العجين. راكم عارفين دقيق الفرص كيتلصق، يعني هذا نبقاو نضيفو غير بشويه حتى تجمع لينا هاد العجين هادي. تقدروا ديروا مثلا 500 غرام، نص كيلو، راه يخرج لكم عدد كتير، اولا 600 غرام ديال الدقيق، راه يخرج لكم كميه لا باس بها. انا هنايا درت غير شويه. نط وجدتو باش ما نعكسش، درتو في الكوتي دغيا دغيا. صراحه عجنتو دغيا، طيبتو، ما كياخذش معنا وقت طويل. صافي، غندلكو هاد العجين مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا. انا استعملت غير عجنتها غير بيدي باش نتحكم في القوام ديالها. من بعد ما عجنتها غنضيف عليها واحد معلقه كبيره ديال الزبده. ضروري ضروري نضيفو الزبده باش تجينا طريه هاد العجين، حيت ما درنا فيها كيشبت في المكونات والو. صافي، غنحاولوا ندخلوا داك الزبده في العجين مزيان هكا. الزبده كانت عندي انا خرجتها من الثلاجه من الصباح، لهذا ما خدات لي درجه حراره المطبخ دغيا دغيا دخلت لي في العجين. صافي، غنحاولوا اننا ندخلوا هاد الزبده هذه في العجين مزيان، وغندهنوها بزبيته ونخليوها ترتاح واحد المده حتى تضاعف الحجم ديالها. صافي، هنا بعد ما فتحناها، ها هي كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها. غادي نخويها من الهواء اللي كان فيها، ومن بعد غادي نشكلها. غادي ندير هنا شويه ديال الفورص باش ما تلصقش هي في يدي، وغادي نشكلها كويرات. انا هنا اختاريت ندير 4 الكويرات. الا بغيتو نتوما يجيوكم صغار ديروا 6، انا درت هنا 4. هاد الكميه ديال 300 غرام درت 4، جاوني صراحه هما هادوك متوسطين الحجم ديالهم. الا بغيتوهم عاود صغار بزاف ديروا 6. صافي، غنشكلهم هكايا شكل كرات ونخليهم. هما اصلا مرتاحين، غير على ما نشكلهم وصافي دغيا غيطلقوا معانا. غنحاولوا نقرصوهم على شكل طولي، على شكل مستطيل. نحاولوا نشكلوا هكا مستطيل باش يعطينا هذاك الشكل ديال الباكيت كما كتلاحظوا معايا في الصوره. نتمنى الطريقه تكون واضحه. راه ساهله الصراحه، ما فيهاش شي صعوبات بزاف. عوض ما غادي نقرصوها دايره غادي نقرصوها هكا على شكل مستطيل، ونحاولوا نرقوها شويه، نضربوا حتى الجوانب. صافي، من بعد انا غنوريكم الطريقه سهله. غادي نجيبوا داك الجنب الايمن على الجنب الايسر، غادي نديرو هكاك باش تشكل لينا هذاك الشكل ديال الباكيت. راه الطريقه ساهله بزاف، وغادي نبداو هكا نوركم بصبعنا، نوركم مزيان هكا باش ما تحلش لينا. حاولوا انكم تحربلوا هكا، ولا لقيتوها مازال خاصها بقاو تضغطوا هكا بالاصابع ديالكم، وملي توصلوا للراس حاولوا هكا تقمقموا باش يجي على شكل باكيت. ومن ساليو نقرصوها واحد شويه بيدينا، غير شويه ماشي بزاف، ونحطوها في الطاوه. فرشت لها ورق الزبده
من الاحسن باش ما تلصقش. ندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه، راه ساهله، غير تبعوا الطريقه راه غادي تجيكم اسهل منها ما يكون. انا هنا بعد ما ساليت غناخذ واحد الموس يكون عندي ماضي، انا خديت هنا موس ماضي، وغادي نبدا نحلو هكا الباكيت ديالنا من الوسط كما كتشوفوا. هذيك الطريقه اللي غندير لها باش نعمرها في الاخر بالفرماج. كما كتشوفوا راه الطريقه سهله، ولكن يكون الموس ماضي هكا، نبداو نعاونو بصبعنا نحلو. كما كتشوفوا هذا الشكل راه ساهله، ما فيهاش بزاف ديال الصعوبات. كما كتلاحظوا معايا غادي نحلوها بالسكين ونعاونو بالصبع ديالنا. وحاولوا تفرقوا هاد لي باكيت باش حيت ملي كيختمروا كيضاعف الحجم ديالهم. ونضغطوا مزيان، ماشي غير من الفوق، نحاولوا ندخلوا السكين حتى في الوسط، نضغطوا مزيان هكا باش تسهل علينا نحلوها هكا من الوسط. صافي من بعد ديك الساعه ما غاديش نخليهم حتى يخمروا. ديك الساعه انا خديت صفر ديال البيضه مع شويه ديال الخل، وغادي ندهن الوجه ديالهم هكا كامل، الوجه كامل غندهنو. كما كتلاحظوا معايا هنا البيض صفر لانني استعملت صفر بيضه بلديه، داكشي علاش جا اللون الاصفر بزاف، جا واحد اللون بحال الاورانج. ديروا بيض عادي صفر بيضه مع شويه ديال الخل باش تحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض، وغندهنوا الوجه كامل. راه ساهلين كما كتلاحظوا، ما خداوش منا ديال بزاف ديال الوقت وما فيهمش قوه المقادير. غير الا كان عندكم الفرماج، اي فرماج عندكم. انا خديت هنا فرماج الاصفر. الا عندكم الموتزاريلا تقدروا تستعملوا، الموتزاريلا ما كيكون الصراحه بنين، ولكن ماشي مشكل، غير هكا ديروا فيه موتزاريلا. ولا بغيتو من بعد منين يخرج دوزوه بالعسل هكا، شي حاجه حلوه كيجي حتى هو زوين. انا هنا درتو بالفرماج احمر كان عندي. صدقوني الا جربتوا هاد الباكيط غيوليو مفضلين عندكم، غتوليو تستعملوهم بزاف لانهم ساهلين ما فيهمش بزاف ديال الروينه. حنا كنبغيو شي حاجه اللي هكا خف نزربن. من بعد رشيتهم بشويه ديال الزعتر هكا كانت عندي باش تعطي ديك النسمه. تقدروا تكتفيو غير بالفرماج بوحدو، راه كيجي لذيذ. ونخليهم هكا يختمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. نغطيهم هكا بشي طاوه اخرى باش ما يلصقش لنا داك الفرماج، نغطيوه غير بشي طاوه ونخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. وندخلهم الفران على درجه حراره 200 غير من التحت، دغيا كيتحمروا لينا. نشعلوا غير التحت مع الفوق من بعد. هما هنا بعد ما تضاعف الحجم ديالهم كما كتشوفوا راه تزاد الحجم ديالهم تبارك الله وتنفخوا. ونخليهم حتى يطيبوا، نقلبوهم حيت دغيا كيطيبوا ملي نشوفوهم تحمروا. نشعلوا عليهم ديك الساعه من الفوق ياخذوا داك اللون الذهبي. وبالصحه والراحه. هي الوصفه كيفاش جاو ميني باكيت ديالي، صراحه جاو لذاذ وجاو محمرين ودغيا كيطيبوا كما قلت لكم. الصراحه جاو رائعين. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال الباكيت بالفرماج وتعجبكم. وضغطوا على زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديالي. ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه.